بعدين قام سألوني قال لي يا أخي أنت من ياتو ولاية؟ أنا قلت له من الولاية الفلانية. سألوني قال لي أنتم من ياتو قبيلة؟ طيب فأنا قمت جاوبتم بكل بساطة، قلت لهم من القبيلة الفلانية. طوال الناس ده شايفهم اتخيروا مني شوية كده يعني. فأنا سوداني، خلاص سوداني انتهى الموضوع. فنحن ناس أخوة وناس أسرة واحدة كسودانيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز محمد المعروف باسم بروف، لي حوالي 7 سنين و8 شهور في ألمانيا، بسكن في ولاية ندرداكسن هانوفر. موضوع الاندماج أكتر شيء ساهم علي إنه اندمجت بسرعة. أنا جديد في البلد، ما بعرف اللغة كتير، لكن عندي جرعة إنه يتحدث مع الناس، بسأل الناس حاجة اللي ما بيعرفوا، بسألهم إنه هم يردوا لي بنفس اللغة. وكنت أصلا ما بختل يعني إنه أنا ما بتكلم اللغة، فده ساهم الجرأة، ساهم إنه أندمج أكتر. Ja, als ich Abdulaziz kennenlernte, konnte er kein Deutsch. Und wir haben mit den Händen gesprochen, wir haben mit den Füßen gesprochen und wir haben das geschafft. Und Abdulaziz wollte immer schnell Deutsch lernen. Und wir haben in dem Sommer 2016 haben wir oft am Wochenende im Garten gesessen und haben Papiere gehabt und haben Deutschübungen gemacht. Und Abdulaziz ist ja dann auch erstmal schnell zur Schule gegangen und hat dort Kurs gemacht, und dann haben wir hier zusammen auch Hausaufgaben gemacht. Ich glaube, Abdulaziz hat gut und schnell gelernt, und wichtig dabei ist, denke ich auch, dass er mit mir immer Deutsch sprechen musste oder auch mit Jürgen, weil wir sprechen nicht Arabisch und wir haben nicht Englisch gesprochen, weil wir sagten, alle müssen hier Deutsch sprechen, und dann haben wir hier zusammen Deutsch gelernt. حاولت بجهد شخصي إنه لقيت لي منظمة صغيرة قال لي تساهم معانا في الشغل وننزلوك مدارس حقنا كمنظمة ما عنده علاقة بالدولة، نحن ندفع للمعلمين وكل شيء. فحاولت إنه أنزل عن طريق المنظمة ده، هنا بيسموه هنا البراكتيكوم. والبراكتيكوم ده يعني أنا أشتغل بلوك منترش، يعني مثلا يومين دراسة 3 يوم عمل. والحمد لله بالتوفيق من الله يعني ال6 شهور كملنا الكتاب الأول وخشينا في الثاني. والخطوة الثانية لما جاء من الدولة إنه أنا أقدر أدرس مجان، إنه حصلت للغة الألمانية بسرعة جدا جدا، لدرجة إنه الناس كان بيقولوا واو الشخص ده كيف قدر يستطيع يتعلم اللغة الألمانية بهذه السرعة. يعني لما الشخص يسألك يقول لك أنت لك كم زمن في دولة ألمانيا، لما تقول له حوالي سنة أو سنة ونص، فكان ده موجة اندهاش بالنسبة للمجتمع الألماني. وكنت جريء زي ما قلت لك، يعني بكون في أخطاء في اللغة لكن كنت جريء، بتكلم مع الناس، بسأل الناس، بجاوب الناس من غير اختشى. فده ساهم علي إنه لو في أخطاء إنه الناس بيساهموا معي، بيقول لي مثلا أيوة أنت المفروض تقول كده ما تقول كده، يعني بدوني الأخطاء وأنا طوالي بشيل الأخطاء بتبنى عليه ويتعلم اللغة بسرعة. أصلا إنه أنا قاعد أجري جاني دعوة في منظمة. الدعوة في البداية أنا كنت يعني ترددت فيه مؤتمر صحفي، وأول لي مؤتمر صحفي كان بالنسبة للاندماج واللغة الألمانية. فده كان بالنسبة لي دهشة كبيرة جدا، كنت متردد. الناس الكبار اللي بيحترموا قال لي يا أخي حاول أمشي، فده حاجة لخير، أمشي ما تتردد. فالحمد لله مشيت يعني المؤتمر الصحفي، وأنا لي لسه جديد في البلد، ما كملت 2 سنين. يعني كيف اتخاطب مع الناس بلغتهم وبفصاحتهم وكده، يعني كان بالنسبة لي تردد. فوصلت عندهم تكلمت معهم باللغة الألمانية. كان كل التلفزيونات بتاعت الولايات ال16 في ألمانيا، وخلي الزول يعني شوية كده يندهش. أنا زول جديد يعني هسه لي أخطأ في اللغة، والعالم الألماني يعني 70-80 مليون يشاهدك إنك تتكلم في أخطاء ويكون في علامة سخرية. لكن في النهاية يعني الحمد لله قدرت إنه أتقبل الموضوع، وصلت عندهم وأدوني أسئلة وجاوبتهم باللغة الألمانية، والناس كانت هنا دهشة. والموضوع ده يعني ساهم إنه يساعدوا اللاجئين بصفة كده عامة، إنه الناس عندهم الجدية إنه يندمجوا مع هذه الدولة. فده الموضوع ساهم إنه يفتح لنا كثير من الآفاق بالنسبة لنا كلاجئين، زي المدارس، زي المواخن كثيرة اللي كان ممنوع
بالنسبة لنا حصريا، فالموضوع ده ساهم في افتتاح إنه يقول لك تعال تدرس بجان، تعال سوي كده، في حاجات كثيرة جدا فتحوا لنا مجالات مختلفة. بعد ما خلصنا المؤتمر الصحفي جاء 2 أشخاص سودانيين سألوني، قال لي أنت سوداني؟ قلت له أيوة سوداني. قال لي ده حاجة عظيمة نفتخر بها جميعا. بعدين قام سألوني قال لي يا أخي أنت من ياتو ولاية؟ أنا قلت له من الولاية الفلانية. سألوني قال لي أنتم من ياتو قبيلة؟ طيب. فأنا قمت جاوبتهم بكل بساطة، قلت لهم من القبيلة الفلانية. طوال الناس ده شايفهم اتخيروا مني شوية كده يعني. فأنا سوداني، خلاص سوداني، انتهى الموضوع. فنحن ناس أخوة وناس أسرة واحدة كسودانيين. طبعا بعد المؤتمر الصحفي ده أنا ما كنت يعني منتبه، ما قاعد أمشي المدينة بصورة كثيرة. ما يبدو إن الناس شالوا صوري من المؤتمر الصحفي، ناشرينه في يافطات، في القطارات، في هتات عامة يعني. وأنا ما كنت منتبه أصلا في الموضوع نهائي. لي تقريبا أسبوع شوية ما طلعت على اتجاه المدينة، يعني بجي بمشي للشغل بمشي المدارس وبجي تاني ما عندي شيء. فطلعت المدينة وما كنت منتبه إنه صوري معلق في كل الهتات. في سودانيين متلمين كمية، جيت في المدينة دار اشتري حاجات، سلمت عليهم، بعرف منهم واحد من ال 12 سوداني ولا 13 سوداني. ففي واحد جاء قال لهم يا أخي أنت عارف السوداني اللي متى نحكي عنه؟ قال له أيوة. قال له شفت الود الجاي ده السوداني بنحكي منه، وكمان كان صوت عالي أنا سميت الكلام. فجيت سلمت عليهم كسودانيين. قال لي يا أخي شوف صورك كلها في الشوارع وكلام زي ده وكده، يعني الود ده شكله كده من دارفور. أنا قلت له أنا سوداني. فقال لي والله يا أخي واحد تاني منهم هناك ما يختشي. قال لي أول دارفور ده استخفوا. الكلام ده برضو كان صدمة بالنسبة لي، ورغم إنه هو ما بيعرفني. يمكن أنا من القضارف، يمكن أنا من ولاية سنار، يمكن من الجزيرة، يمكن من كوستي، يمكن من دنقلة، يمكن من حلفة القديمة أو من حلفة الجديدة، يمكن من كسلة، يمكن من نيالة، يمكن من الجنين، يمكن من الفاشر، يمكن من العبيد. فأنا سوداني يعني بالنسبة لي يعني ده افتخار. سودانيين خلاص انتهى الموضوع.